السيارة كويوت بديل التوك توك، الوسيلة الآمنة، وسيلة مواصلات جديدة نزلت بدأت تظهر في شوارع مصر. 4 أبواب زي ما انتم شايفين، هي البديل الرسمي للتوك توك. المرور كان زمان بيرفض ترخيص التوك توك لأن ملوش أبواب، فأنا باخد لكم جولة على العربية اهيت. إنتاج زي ما عرفت الهيئة العربية للتصنيع مع شركة بجاج. ده حجم العربية، حجم العربية بالظبط زي حجم التوك توك، لكن يختلف عن التوك توك ان هو وسيلة آمنة لها 4 أبواب اهوت. ده الصالون بتاعها. بنصور في دلوقتي في منطقة مساكن التعبئة في طلخة قدام محل أبو العينين للأستاذ محمد أبو العينين. صاحب العربية الأستاذ وائل هنلتقي بيه. استاذ وائل ازيك؟ الف مبروك يا استاذ وائل على العربيه الجميله دي. هي عربيه ولا توك توك؟ لا عربيه توك توك، بديل التوك توك. الموتور كام؟ السي سي بتاعه كام؟ الموتور عامل 217 سي سي 13 حصان. صغيره قوي يا استاذ وائل، بتشم بنزين. ما شاء الله. لان الكربوراتير بتاعها انجكشن. سمعت ان هي غاز وبنزين. شغاله غاز وشغاله بنزين فعلا. انما تقريبا زي ما انت قلت لي قبل التسجيل بتاخد وقت تشغلها بنزين الاول. لازم تقعد تمشي الاول 1000 كيلو، وبعد كده عاوز تحولها غاز بتحولها. لكن هي نازله فيها اسطوانه الغاز بتاعتها. نازله بكل حاجه بتاعت الغاز، بالجهاز بتاعها. العربيه بنزين استاذ وائل زي ما قال لي. دي العربيه بتدور بالبنزين. بتحط لها بنزين كام يا استاذ وائل؟ 92. لكن انت في منها كهرباء، بس انت قلت لي ان الكهرباء غاليه. الكهرباء غاليه، عامله 350,000، بس للاسف ملهاش ترخيص. لسه ملهاش ترخيص. فانت فضلت عشان تبقى مطمن ان انت تشتغل، بتبقى قطع غيرها موجوده، لازم تبقى من شركه معتمده زي شركه بجاج. انت اخترت ان انت تشتري البنزين عشان تشتغل وبتشتغل، يعني انت بتجري دلوقتي في الترخيص عشان تشتغل بقى توك توك. طبعا. استاذ وائل انت قلت لي اللي قدام ده الشنطه، مش الموتور. اللي قدام ده يا جماعه الشنطه، الموتور ورا. افتح كده يا استاذ وائل بنفسك كده. افتح ايه؟ لا الصالون الاول. افتح لي الصالون وافتح ازاز الباب كده. عرف واحد قاعد قدام اهو. واحد قاعد قدام. افتح الباب الازاز الناحيتين. اتفضل. زي الميكروباص يا جماعه الازاز بتاعها. اقفل بابه اهو. الصالون السنه ما صور لكم الصالون، كرسيين قدام، وده منظر الطابلو شيك بصراحه. وده عصايه الفتيس اهيت، حاجه شياكه وحاجه سمباتيك كده. ده الصالون. افتح الباب اللي ورانا يا اسرائيل. ياخد 3 واخد 2 مستريح كمان. لو عايز تركب 3 طبعا، بس يكونوا احجام خفيفه كده. الاحجام التقيله كفايه 2. عربيه هي مش توك توك يا جماعه، هي عربيه سياره تاخد. لو راجل عايز يجيبها ملاكي تاخد عيله. حتى الرجاله على القهوه اتكلموا معانا ومبسوطين بيها يعني. ربنا يبارك يا رب. استاذ وائل استهلاكها في البنزين عاجبك؟ حاسس انها موفره؟ كويس جدا جدا. اي حد عايز ياكل عيش، دي يا جماعه المستقبل العربيات دي اللي هتبقى المرور ما بيعترضش عليها. كل حاجه هي عربيه صغيره، شكل العربيه ال 126 بتاعت زمان. يعني لو تفتكروا العربيه زمان كان في عربيه فيات 126 دي زيها بالظبط. احنا بنسجل في يعني لازم اقول انا بسجل فين. انا بسجل في حي من اقدم احياء مدينه طلخه. عايز اقول بقى لفته ان مساكن التعبئه اللي احنا بنسجل قدامها دي يا جماعه اتبنت مخصوص للمهاجرين من مدينه بورسعيد الباسله سنه 1967. يعني المساكن دي اقدم مساكن شعبيه على مستوى محافظه الدقهليه، كانت مبنيه لاستقبال مهاجري المدينه الباسله بورسعيد. فاحنا بنسجل فيديو للتاريخ من حي تاريخي مع الاستاذ وائل قدام المحل بتاع اخوه الاستاذ محمد ابو العينين، صالون حلاقه في مدينه طلخه. انا بحييك يا استاذ وائل ان انت كنت واخد المبادره وبادئ قبل الناس كلها، وربنا يوفقك وربنا يرزقك ويجعلها فتحه خير عليك. يا رب. حبيبي يا استاذ وائل.